السلام عليكم، كيف حالكم؟ أول إشي سامحولي على الصوت لأني مفلوزة. اليوم إن شاء الله بدي أعمل معاكم طريقة المندي اليمني. تمام. هسا المندي في إله أكثر من طريقة بنات. أنا رح أنزل لكم كل الطرق اللي أنا بعملها، وإنتوا إن شاء الله يعني اللي بتعجبكم بتصيروا تعملوها، وكلهم على فكرة زاكين. أول إشي الدجاج أنا بترك الجلد عليه. بهاي الوصفة رح أحكي لكم آخر إشي ليش. رح نبلش بالبهارات. أول إشي بدي ملح وكزبرة وفلفل أسود، وبدي كركم. بنات اللي ما عندها زعفران عادي بتقدري إنك تحطي معلقة كركم. بدي كمان كاري، بصل بودرة، ثوم بودرة، وماجي. تمام. ومعلقة زنجبيل، وكاسة زيت زيتون، وثلاث معالق لبن. طبعا هذا زيت يا بنات. تمام. بنات هسه هيك بعد ما خلطت الدجاج بالبهار، بدي طبعا حطيته هيك بالصينية. شوفوا هون ذوبت أنا كمان معلقة كركم في مي. تمام. راح أدهن وجه الدجاج عفوا. هسا بنات ليش أنا ما بخلي حكيت لكم بدي أخلي الجلدة، لأنه إيش بدي إياها تطلع كثير يكون لونها أصفر. تمام. انتي بتحبي انك تزيدي اكثر، انتي حرة زيدي، بس هاي مقدار كثير منيح. هسا راح ادهن كل الكمية. هسا شوفوا بنات، او هيك بتقدر انك تستعملي هيك. تمام. هسا انتوا راح تشوفوا الكمية كبيرة، الكمية مش كبيرة. هسا بس احط الكركم، بدي احط معاها كاسة مية كبيرة. تمام. وتكون سخنة. هسا انا بدي ادخله على الفرن، ما بدي اغطيه. تمام. ما راح اغطي الدجاج، انا راح اتركه في الفرن هيك، ما بدي اغطيه عشان يستوي ويتحمر. هسا بنات هيك بعد ما حطيت الدجاج هون قطعت انا بصل. لازم يكون هيك دوائر. تمام. انا هون استخدمت 5 بصلات. اذا بتحبي تزيدي اكثر زيدي، بتحبي انك تقللي من الكمية ما في مشكلة. هسا راح احط البصل على الصينية. هسا هيك بعد ما حطيت البصل زي ما انتم شايفين. هسا هيك بعد ما حطيت البصل بدي ادخل الصينية على الفرن على درجة حرارة 250. وبنات اذا حسيتي انه الفرن اللي عندك حرارته 250 كثير عالية بالنسبة الك، بتقدر انك تقلليها عادي وما بتتغطى. تمام. ما راح اغطيها، وراح افرجيكم كيف شكلها بالفرن. تقريبا انا بدي اتركها لمدة ساعة لساعة وربع. هسا بنات بدنا نعمل الرز. تمام. بدي طبعا زيت نباتي. بدي احط عليه فلفل اخضر، ورق غار، لومي، هيل مطحون. انا ما عندي حب فراح استخدم المطحون. وبدي ماجي وبدي كاري. تمام. هسا راح احط هدول على الزيت هيك، واتركهم شوي يتكلموا بالزيت قبل ما اضيف الرز. هسا هيك بنات بعد ما حمى الزيت طبعا رح نتركهم شوي على ما تطلع ريحة البهارات، بعدين رح نضيف الرز. تمام. هسا هيك بعد ما خليت البهار مع الرز مع الزيت عفوا يحمى زي ما انتم شايفين هيك، طلعت ريحة البهارات. هسا بدي اضيف الرز. هسا بنات انا هون حطيت 6 كاس. انت كمية الرز تتحكمي فيها حسب عيلتك. على ما يستوي الرز خلينا نعمل الدقوس. شوفوا أنا هون استخدمت 5 حبات بندورة، رشة ملح، 3 ثومة، 4 فلفل. هسا بالنسبة للفلفل وللثومة انت بتقدري تتحكمي، بتحبيها حارة زيتي، ما بتحبيها بتقدري انك تخليلي عادي. واذا ما بدك تحطي فلفل اصلا، يعني اذا ما بتحبوا الحار بتقدري عادي تستبدليه في فلفلة خضراء عادي. هسا شوفوا بنات انا ما بضربها كثير، يعني ضربتين بس. تمام. يعني هيك واحدة تنتين بس، وبتركها عشان هيك بتطلع معي انه مش كثير ناعمة. بس بدي افرجيكم كيف القوام. شايفين كيف هيك بطلع معك بنات. اذا حبيتوا انكم تضيفوا مية بندورة حطوا، بس انا بصراحة ما بحب احط، انا بحب اعملها هيك. اللي بتحب انها تضيف تضيف، بس هيك القوام.
واللي ما عندها محضرة الطعام عادي بتقدري انك تستخدميها على الخلاط، بس تضيفي شوية مي انه يتحرك البندورة مع الفلفل والثومة وخلص، بتطلع معك على فكرة نفس الاشي عادي. شو رأيكم؟ وهي الشكل النهائي لطبختنا اليوم. لا تنسوني الله يسعدكم من الاشتراك واللايك والتعليق وتشيير القنوات، الله يسعدكم. صحتين وألف عافية. واللي طلب إنه أنزل الكاميرا شوي، هي الشكل النهائي.